في قصص لما تسمعها تحس إنها من كتر غرابتها مستحيل تكون حصلت، بس لما تكتشف إن كل حرف فيها حقيقي ساعتها بتعرف إن الواقع أوقات بيبقى أغرب من الخيال. قصة النهاردة هي قصة ناس صدقت اللي ما يتصدقش ومشيت ورا واحد قال لهم إنه نبي لحد ما دخلوا معاه النار حرفيا. في ناس ضحكت عليه، لكن في ناس تانية صدقوه لدرجة إنهم سلموا له حياتهم وعيالهم ومستقبلهم بل ونفسهم. الراجل ده كان اسمه الحقيقي فيرنون، بس الناس عرفته بعد كده باسم ديفيد كوريش. دي مش مجرد حكاية، دي لحظة من الجنون البشري اتحولت لدرس في الغرور والسيطرة والإيمان الأعمى. والنهاردة هحكي لك إزاي راجل واحد قدر يخلي أمريكا كلها تقف تتفرج على 51 يوم من الجنون. أهلا بيكوا في قناة الحكاية كده، لأن كل قصة ليها صوت، أنت كمان ليك مكان. لو لسه ما اشتركتش في القناة اشترك دلوقتي وخليك معانا في كل الحكايات الجاية. ويلا بينا نبدأ، بس قبل أي حاجة صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. نبدأ من الأول خالص، من يوم ما اتولد. سنة 1959 في ولاية تكساس أمريكا اتولد طفل صغير اسمه فيرنون واين هاول. الاسم غريب، وغرابة الاسم كانت زي غرابة حياته. ولادته كانت من أولها غلطة، مش بمعنى الغلطة الأخلاقية بس، لأ، غلطة في كل حاجة. أمه كانت بنت عندها 14 سنة، وأبوه شاب طايش عنده 18 سنة. ولما عرف إنها حامل راح بكل براءة يطلب يتجوزها، بس طبعا أهلها رفضوا، والبنت اتجوزت واحد تاني بسرعة وسابت الولد الصغير يتربى عند أهله. كبر في بيت فقير جدا مليان مشاكل، والناس بتبصله كأنه شاذ في كل حاجة. في المدرسة ما كانش بيعرف يقرأ كويس، عنده صعوبة في النطق وبيتلخبط في الحروف، وكانوا زمايله دايما بيتريقوا عليه وبيقولوا له انت غبي مش هتطلع حاجة أبدا. بس هو كان ساكت، ما كانش بيرد. كان دايما شايل الإنجيل في حضنه بيقرأ فيه وهو لوحده، ويحب يقعد يتأمل في صفحاته، وبالذات في حاجة اسمها سفر الرؤيا، وده آخر جزء في الإنجيل. في كلام عن نهاية العالم وعن علامات الساعة وعن السبع أختام وعن نار هتنزل من السماء. فيرنون كان بيحب يقرأ الجزء ده بالذات، وكان بيحس إن الكلام ده مش لعموم الناس، لأ، ده ليه هو. كبر شوية ودخل سن المراهقة، وكل يوم غرابته كانت بتزيد. مرة صاحبه سأله بتحب إيه؟ قال له أحب أسمع صوت ربنا وأحاول أفهم هو عايز مني إيه. في وقت الشباب جرب يشتغل في كذا حاجة، بس دايما كان بيطرد من كل شغلانة، يا إما علشان مش ملتزم، يا إما علشان بيتكلم كلام ديني غريب يخوف الزباين. لكن كان عنده حاجة ملفتة، صوت هادي وعيون تخلي أي حد قدامه يحس إنه بيتكلم بصدق. بدأ يزور الكنايس، مفيش كنيسة في تكساس إلا وساب بصمة فيها. كل مرة يروح يسأل القس هو ربنا بيتكلم لسه مع الناس؟ وكان لما حد يرد عليه ويقول إن الوحي خلص كان يهز دماغه ويقول بس أنا بحس إني سامعه. وفي مرة من المرات راح لكنيسة فيها طائفة غريبة شوية اسمهم الداووديين، ناس معتقدين إن في نبي جديد هيظهر في آخر الزمان، وفيرنون حس إنها فرصته. دخل الطائفة وهو متواضع ساكت مش لافت النظر. كان بيساعد في ترتيب الكراسي، يجيب مية، يقرأ شوية نصوص في الاجتماعات. بس شوية بشوية بدأ الناس يسمعوا له. كان بيقرأ الإنجيل بصوت هادي ويوضح الكلمات الصعبة بأسلوب بسيط، وكان كل ما يتكلم الناس تسكت. بدأ يقول تفسيرات غريبة بس فيها حاجة تشد. يقول لك أنا شايف إن النبي المنتظر خلاص قرب، والنبي ده ممكن يكون حد مننا أو يمكن يكون أنا. طبعا الناس ضحكت، بس في يوم من الأيام القائد اللي كان بيمشي الطائفة مات، وهنا بدأت أول لحظة حقيقية من التحول. فيرنون قال أنا شفت في الحلم إن ربنا اختارني وأنا اللي هكمل الرسالة. وفي ناس صدقته وفي ناس عرضته، بس اللي صدقوه كانوا أقوى وكانوا جاهزين يتبعوه لآخر الطريق. وفي يوم أعلن تغيير اسمه وقال قدام الكل اسمي من النهاردة مش فيرنون، أنا ديفيد، نسبة للنبي داود، وكوريش زي الملك اللي أطلقه الله في العهد القديم علشان يحرر الناس. أنا مبعوث من ربنا. ومن اللحظة دي الدنيا اتقلبت. من بعد ما أعلن نفسه إن اسمه بقى ديفيد كوريش، ما بقاش مجرد شخص عنده أفكار دينية غريبة، ده بقى زعيم. بس مش زعيم عادي، ده كان شايف نفسه المخلص، الشخص اللي ربنا بعته علشان يمهد الطريق لنهاية العالم. في الأول الناس كانت مترددة، يعني هو بيقول حاجات مش مألوفة،
بيتكلم عن الرؤى وعن رسائل من السماء، وبيفسر نصوص الإنجيل بطريقة ما حدش قبل كده سمعها. بس كان عنده حاجة خطيرة جدا، الكاريزما. يعني لما بيتكلم بيخلي اللي قدامه يصدق. كان بيحب يحكي إنه سمع صوت من السماء بيقول له أنت المختار، وكان بيكررها لدرجة إن كل اللي حواليه بقوا مقتنعين إن هم في حضرة نبي فعلا. كورش قرر ياخد الطائفة كلها وينقلهم لمكان بعيد عن العالم، واشتروا مزرعة كبيرة على أطراف مدينة واكو في ولاية تكساس، وسموها ماونت كارمل أو جبل الكارمل. المكان ده بقى معزول تماما، اللي يدخل ما بيرجعش. كورش نظم المكان زي ما هو عايز، مفيش تلفزيونات، مفيش صحافة، مفيش حرية، بس في قانون واحد، كلمة كورش تمشي على الكل. كان بيقول لهم أنا باب ربنا، وأنا اللي شايف اللي انتوا مش شايفينه. الناس صدقته وابتدوا يعيشوا هناك زي الطائفة المغلقة، عندهم مواعيد صلاة خاصة، أكل خاص، طقوس خاصة، الرجالة والستات كله تحت سيطرته. الخطوة اللي صدمت الكل لما قال لهم إن كل الرجالة لازم يسيبوا زوجاتهم، لأن الزوج الوحيد اللي ربنا اختاره للستات هو كورش بس. هو فعلا قال كده، وإن ربنا بعت له رسالة إن الأطفال اللي هينقذوا البشرية في آخر الزمن لازم ييجوا من صلبه هو بس. يعني ببساطة الستات كلها بقت زوجاته رسمي، ومنهم اللي كانت بنت عندها 12 سنة، وقال إن ده زواج روحاني مش جسدي. لكن الحقيقة السلطات بدأت تشم ريحة خطر. كورش بقى مهتم بالسلاح، وبقى يطلب من أتباعه يتدربوا على إطلاق النار. جابوا ذخيرة واشتروا أسلحة من السوق، وبدأ يبني نظام دفاعي حوالين المزرعة. وكان بيقول دايماً هيجوا هيحاصرونا وهيحاولوا يمنعوا النور عنا. الناس بدأت تستعد، الرجالة بقوا شبه جنود، والستات بيعلموا ولادهم إزاي يستخبوا. واللي بره بدأ يسمع عن الطائفة المجنونة اللي بتحضر لحرب نهاية العالم. الناس حاولت تهرب وما قدرتش، في ستات حاولوا إنهم يهربوا، وفي رجالة حسوا إن اللي بيحصل ده مش طبيعي بس كانوا بيتهددوا، وفي اللي اختفى واللي محدش عرف له طريق. كورش بقى عنده سلطة مطلقة، بيقول لك تاكل إيه وتلبس إيه وتحب مين. وعلشان تبقى الصورة كاملة كان عنده نظام مراقبة داخلي، وكل واحد بيراقب التاني. يعني المزرعة بقت دولة دينية صغيرة ليها دستورها وجيشها وزعيمها. لكن اللي كورش ما كانش حاسبه إن الحكومة بره كانت شايفاه. كان في بلاغات للشرطة، ناس كانوا بيبلغوا إن جوه المكان ده في أطفال في خطر، وفي أسلحة، وفي علاقات مريبة، لحد ما مكتب الكحول والتبغ والأسلحة ATF قرر يتحرك، وقالوا لازم نتحرك قبل ما تحصل كارثة. وساعتها الساعة بدأت تعد. يوم 28 فبراير 1993 الدنيا كانت هادية في ضواحي واكو في ولاية تكساس. الموضوع صافي والناس ماشية في حالها، لكن في منطقة واحدة الهدوء ده كان هدوء ما قبل العاصفة. المكان مزرعة جبل الكارمل، المكان اللي بقى مقفول على جماعة ديفيد كورش. جواه أكتر من 100 شخص، رجالة وستات وأطفال، كلهم شايفين إن كورش نبي، وبعضهم شايفه أكتر من كده. السلطات الفيدرالية بقالها شهور بتراقب وتجمع معلومات، في شكاوى من علاقات مريبة، وبلاغات عن أطفال في خطر، وتقارير مؤكدة عن تخزين أسلحة ضخمة. مكتب الكحول والتبغ والأسلحة ATF قرر يتصرف. عملية منظمة هدفها مداهمة المزرعة والقبض على كورش بدون ما الدم يسيل. لكن اللي حصل كان عكس كل حاجة في الخطة. التحرك بدأ، عربيات مموهة خرجت من المعسكر الفيدرالي، أكتر من 70 عميل في العربيات، ومعاهم أوامر اعتقال. وفي نفس الوقت في مروحيات كانت بتجهز في الجو. لكن اللي محدش كان يعرفه إن الخطة اتكشفت. غلطة واحدة كلفت كتير. قبل ساعات من المداهمة واحد من العملاء الفيدراليين سأل ساعي بريد ساكن جنب المزرعة عن الطريق، بس ما يعرفش إن الساعي ده من أتباع كورش. المعلومة وصلت للمزرعة أسرع من الطيارة. كورش جمع رجاله ووزع الأسلحة وقال لهم اليوم ده هو اللي استنيناه، المعركة قربت. الرجالة خدت مواقعها والستات أخفوا الأطفال في القبو، والجماعة كلها استعدت. اللحظة اللي كل حاجة فيها ولعت. الساعة 9:45 دقيقة صباحاً أول عربية من ATF وصلت. حد فيهم نادى على البوابة إحنا الشرطة الفيدرالية، سلم نفسك يا ديفيد. لحظة صمت، وبعدين إطلاق نار. حد ضرب؟ مين بدأ؟ لحد النهاردة السؤال ده ملوش إجابة أكيدة. بس في خلال دقايق المزرعة بقت ساحة حرب. العملاء بيتضربوا من الشبابيك، المروحيات بتحوم فوق، أصوات الأطفال بتصرخ من تحت الأرض. المعركة استمرت أكتر من ساعتين.
والنتيجة مقتل 4 عملاء من ATF ومقتل 6 من أتباع كورش وإصابات بالعشرات. العالم بيتفرج، الصحافة كانت في كل حتة، التلفزيونات بتذيع مباشر، وأمريكا كلها قاعدة بتتفرج ومش مصدقة اللي بيحصل. ديفيد كورش طلع في مكالمة مسجلة وقال: إحنا ما بدأناش، هما اللي هجموا علينا وربنا معانا. ATF انسحبوا والFBI دخلوا الصورة، ومن هنا بدأت أطول مواجهة في تاريخ الشرطة الأمريكية. 51 يوم من الحصار. الFBI حصروا المزرعة والدبابات على كل مداخلها والقناصة فوق التلال، والمفاوضين بيحاولوا يتواصلوا مع كورش. كل يوم كانوا بيتكلموا في التليفون، وكورش كان بيقول لهم: أنا بكتب رسالة من ربنا، لما خلصها هنسلم. بس الرسالة ما خلصتش. في يوم قال لهم: ربنا لسه ما ادانيش الإشارة. كان بيطول في المفاوضات وبيطلب أكل وبطاطين وشرائط دينية، وكان كل يوم بيعدي الناس اللي جوه بتزيد تعلق بيه. الأطفال جوه كانوا نايمين على الأرض وبياكلوا وجبة واحدة في اليوم، وبيسمعوا كورش وهو بيقول لهم: لو حصل اقتحام يبقى استشهادنا في سبيل ربنا. وكل ما حد يخرج يحكي حاجات غريبة، والFBI بدأوا يفقدوا صبرهم. كل يوم بيعدي الضغط بيزيد، الصحافة بتضغط، الرئيس الأمريكي بيتابع بنفسه، والناس كلها عايزة نهاية. لكن النهاية كانت أبشع من أي توقع. 19 إبريل سنة 1993، اليوم اللي أمريكا كلها مستنياه، واللي الناس كانت فاكرة إنه هيكون نهاية سلمية للحصار، طلع نهاية دموية محدش كان يتخيلها. الساعة 6 صباحاً الFBI أعلنوا القرار النهائي: العملية لازم تخلص النهاردة بأي شكل. الخطة: الدبابات هتبدأ تفتح فتحات في جدران المجمع ويضخوا غاز مسيل للدموع، والهدف إرغام الناس على الخروج من غير عنف. لكن من أول لحظة كل حاجة خرجت عن السيطرة. الدبابات بدأت تتحرك، الغاز اتضرب. كورش قال في جهاز الاتصال الداخلي: إحنا مش هنخرج، دي معركتنا الأخيرة. الناس جوه كانت مرعوبة، بس في نفس الوقت كانوا مقتنعين إن دي لحظة الشهادة. كورش كان قال لهم قبل كده: النار هتطهرنا، والكلمة دي ما كانتش مجاز. الساعة 12 ظهراً النار اشتعلت، في انفجار حصل في أحد الأركان، ثم لهب طلع من الشبابيك. في أقل من 10 دقايق المبنى كله بقى كتلة لهب. النار كانت سريعة ومجنونة، بتاكل الخشب والحديد وكل اللي حواليها. الناس جوه كانت بتصرخ، بس مفيش مفر. القبو اللي كانوا مستخبيين فيه الأطفال اتحول لفرن. رجال الإطفاء ما يقدروش يدخلوا، كان في أوامر إن ممنوع الاقتحام لحد ما النار تهدى. بس لما النار هديت كان كل شيء انتهى. عدد الضحايا 76 شخص ماتوا، منهم 25 طفل، والباقي نساء ورجالة. أما ديفيد كورش اتعرفوا عليه من أسنانه، مات في القبو، وفي رواية اتقال فيها إنه اتقتل بطلقة في دماغه. محدش يعرف إذا كان انتحار ولا حد من أتباعه هو اللي عملها. العالم كان بيتفرج، النار كانت شغالة والكاميرات بتنقل، ناس بتعيط، ناس بتسقف، وناس قاعدة مش فاهمة أي حاجة. المؤيدين لكورش قالوا إن دي مذبحة، أما الحكومة قالت إن دي كانت عملية دفاع عن النفس. لكن الحقيقة إن اللي ماتوا ماتوا، واللي تبقى رماد ودخان وصدمة. إيه اللي حصل بعد كده؟ واكو بقت رمز للجنون، بقت دليل على إن الإيمان لما يتشوه ممكن يبقى كارثة. وفي ناس بدأت تنتقم، وفي ناس شايفة إن الحكومة ظلمت. وبعد سنتين بالظبط حصل تفجير أوكلاهوما اللي مات فيه 168 شخص، واللي المنفذ بتاعه قال صراحة: كنت بنتقم للي حصل في واكو. النهاية: كورش قال في يوم: أنا هو الحمل اللي هيفتح الأختام، بس اللي فتحه كان باب جهنم. ودي كانت حكاية ديفيد كورش، مش بس زعيم طائفة، ده كان نذير لنهاية فقدت فيها البشرية عقلها. ودي كانت حكايتنا. لو عجبتك قولي تحب نحكي عن إيه المرة الجاية. استنونا في حكاية جديدة من الحكاية كده، وسلام.